السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم شمس الدين. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. خوتنا جينا نهضروا على اليوم درس آخر إن شاء الله، وهو أن نخرجوا من الأساطير الأولين، نخرجوا من الحكايات إن شاء الله ونروحوا للواقع. والكلام يكون منطقي. إذا الكلام تاعنا خالف المنطق ما تاخدوش. إذا كان كلام هذا خالف المنطق ما تاخدوش. المهم ما نطولوش عليكم. كاين واحد المفاهيم غلطة بزاف اليوم عند الناس كلها المربية، خاصة التغريد، اللي هي المرجع. احنا ما عندناش مرجع في الجزائر. حكاية المرجع هذه حكاية طويلة وعريضة. ما عندناش مرجع تغريد في الجزائر. احنا الجزائر بالك البلد الوحيدة اللي ما عندهاش مرجع. ما عندناش احنا مراجع نرجعوا عليها. علاش مراجع؟ لأنه الناس ما كاش إنسان أصل هذا الغناء هذا وكلاساه وداروا وقنوا ودار مدرسة نتبعوها، ما كاش. واللي يقول عكس ذلك يعطينا الدليل. لأنه إذا قال لك، إذا كان إنسان يقول لك بلي كاينة مدرسة ونوطات وخلاص كملوا الشون كذا، يعطينا الدليل. لأنه ما يقدرش يكون دليل، لأنه هذا الإنسان في حد ذاته اللي يقول هذا الكلام راه يناقض في روحه بطريقة غير مباشرة، ماهوش فايق لعمره. اللي هو يقول لك مثلا الشون فلاني، المراجع تاعنا عمي فلان وعمي فلان الله يرحمه، يقول لك هما المراجع تاعنا هما اللي داروا المدرسة. ما كوش يقول لك بصح هما ما كانوش يعلموه. كما يقول لك هو بالعامية يقول لك ما يحلبوش. يا اخي دوك احنا مهابل ولا ما عندناش في الراس ولا ما قريناش ولا ما كيفاش تقول لي انت انسان ما كاش يعلم، ما عندوش تلميذ، ما عندوش تلاميذ تخرجهم، يقول لك مدرسه تاع شنو؟ مدرسه تاع الكذب، تاع الخرطي، تاع الحكايات. سبحان الله. كيفاش فلان كونيسور، هو لروحو كان كونيسور بصح ما علم حتى واحد، يقول لك ما كاش يحب يعلم. كيفاش ترجعوا مدرسه؟ كيفاش هذا مدرسه هو ما علمش تقول لي مدرسه؟ ما كي تقول له انت كيفاش علمك؟ انا كنت نخطف، ديت من عند وليدو، من عند خوه، من عند سبحان الله رانا نسرق وعناية لنا. نورمال. انسان الكونيسور تاع الصح، المربي الحقيقي ولا المحترف كما يديروا البلدان كما في المروك، هادو احسن قدوه لنا المروك في هذا المجال. سبحان الله. تلقى يقول لك عمي فلان صاحب الوكر الفلاني كذا كذا كذا، تلقاه نوطاه لهم، عطى لهم كلاسيفيكاسيون، السلام عليكم. وحنا وشنو حاصل غير في الحكايات وكداو في عمي فلان. حنا في الجزائر ما عندناش مدرسة. يكذب عليك الكاذب اللي يقولك عندك مدرسة، واللي يقولك عندك مدرسة عطني الدليل، عطني الدليل، قل لي كلام منطقي يدخل في راسي نتبعك. لا توجد مدرسة يا خوتي، لازم حنا نديروها المدرسة هذه. علاش؟ نقدروا مثلا نديروا له كر كيما نقولوا حنايا، كيما المراركه، وكر فلاني مثلا قالوا كر فلاني، قال عندنا تسجيله فلانيه مثلا تاع لاكولون، وعندنا لا كلاسيفيكاسيون لا كارت ديدونتيتي لا كارت ديدونتيتي تاع البلاصه فلانيه موثقه. قال تهبط التيتات، قال وثقوه. قال تهبط البلاصه فلانيه وثقوه، والله غير معليش من هذا الباب. قال وكر كولون، وكر الابيار، وكر بني مسوس، وكر دير ابراهيم، وكر كذا، وكر بينام. من هذا الباب نحترموكم وناخذوا له كر ونخلوه ثورات جزائري، ومعليش نبنوا عليه ونحكموا له كر هذاك ندريسيو به ونخرجوا دائما نخرجوا له كر فلاني. قال مثلا فلان عنده تسجيله تاعو كر فلاني، وكر الكولون عنده في الحي. ما الامر هذا نحترموه. بصح انك انت تقعد مربوط بحكايه تاع مقرين عنده 50 سنه ولا 60 سنه اللور، هذه حكايه ما عندها حتى معنى. احنا رانا دركا سمعنا وربينا وطحنا في مقانن خير متاع بكري 1000 مرة، وكاين بالناس بزاف ناس يشاهدوا بهذا الامر على بالهم واش كاين واش ما كاش. ولكن كاين ناس اولين قاعدوا مربوطين مساكن بالناس، تلقاه مسكين ضعيف شخصيه، تلقاه غير يتبع مسكين. الاخر امبوز عليه شخصيته، اثر عليه ورجعوا مسكين تابع عليه بلا دليل، يولي مسكين يتبع بغوش يقول لاش يقول كلام منطقي تلقاه يتبعه. لا المدرسه تكون مبنيه على جمعيه، وتكون مبنيه على مجموعه من الناس اللي حقيقه ديكونيسور، وصح ناس ديكونيسور، وصح ناس طيبين، وناس مربين، نعاودوا نكر، ناس مربين ومؤدبين.
ماشي ناس ماشي مربيه، ماشي بنادم، ماشي انسان اللي كان كيدخل العصفور كان كيحكم الفيمالك يطرطق لها راسها، وماشي الانسان اللي كمل المقرن في الجزائر، وماشي الانسان اللي كان كيدخل مقرن براني يتير عليه بالحجر يقول لك شوندور. هذا ما كتقول لي انا كونيسور ونتبعك، هذا تقول الله. قول لي كاين ناس طيبين صيادين ما شاء الله مربيين، حتى وانك تروح عند الشيوخه تاعنا الله الناس، تروح عند عمي ميساشير وتروح عند مساعد لكنن، هذاك ما يهضر مسكين يهضر غير قيسو، يقول لك يا اخي انا نعرف هذه واني نتعلم. بصح المشكل راه فلين اللي خرجوا من عندهم واحد الجيل اللي خرج تحتهم يعبك يكذب يدي نص هضره معلومات مغلوطه للناس وكذا، ومساكن كاين ناس لم يتبعوهم، كاين ناس يحبوا الحكايات. خوتي خرجوا من الحكايات وروحوا للواقع، ما تكذبش عينك وتامن الحكايه، ما تكذبش ودنك وتامن الحكايه، اسمع تبع المنطق لا لوجيك سبحان الله. وهذه ماشي غير في المجال تاع العصافير، في اي مجال نخرجوا من الحكايات يا سبحان الله. تسمى انت تولي يشغل لافاج غسيل الدماغ لافاج سيرفو، تسمى خلاص انت تكذب عينك وودنك وتبع الحكايه تاع الناس. لا خوتي نخرجوا من هذه الحكايه يرحم والديكم ونروحوا للواقع. ارواح الواقع تيرا، وريني السجال، وريني التسجيله، واش خدمت، واش طلعت، وريني واش راك مربي، واش ربيت، واش كسبت. ها هو المعيار بالعصفور سبحان الله. كاين الناس ويقوقعوا في الناس حاصلينهم غير في العاصمه. صح هي العاصمه هي البلاصه اللي خرج منها الشون. في اي بلاد من العالم التحلاب ولا اي ثقافه تخرج تبدا دائما في العواصم اللي غروند فيل وماذا تنتشر. يا اخي الكريم كاينه 58 ولايه اليوم، كاين فيسبوك، كاين ثقافه، كاين تطور، كاين الناس تلقاه نتايا في اضرار سامع خير موشه وسامع تاع بكري، يعبز قفله يسمع 1000 شون، يسمع كاع الطوابع، يسمع كاع الانواع تاع الشون. تقولوا انت ما تعرفش، اتقوا الله عز وجل سبحان الله. كاين الناس خويا من كل ولايه تاع عنابه، الناس عنابه الدنيا الدواقين من الكبار، بالعباس، قسنطينه وخونا مرض الله يبارك. كاين الناس بارتو تربي العصفور والذوق، ماشي بالضروره لازم غير عند عمي فلان ولا ما كاش. لا هذا خطا. هذوك كاين الناس الله غالب عليهم ساكن ما عندهم والو في الراس، يحب دائما يقوقع الناس باش يقعدوا تحته. تلقاه مسكين ما عنده والو في حياته، فارغ، هو ديجا فارغ في راسه فارغ. تلقاه مسكين يحب دائما يرجع الناس تحته، يحب يبرز، يبان فيك شي حاجه، ما يبان كيما نقولوا دوك الشيوخ هذوك اللي يدخلوا للجوامع هذوك، تلقى حياته كامل مسكين وما خرج روترات، فارغ شغل ما لقاش واش يدير في حياته، ما دار والو حتى حاجه في حياته تبان. واش يولي يحب يبان في الجامع، يدخل في اللجنه وكذا وزعما يولي يتضارب يحوز الامام. المهم يحب يدير حاجه في حياته هكذا. هادو تلقاه شغل فارغ شغل، يحب يدير حاجه يقوقع الناس يقولوا متبعوني. يا اخي ما تتبع حتى واحد، ما نهضر معك دوكا ما تتبعنيش، تبع لا لوجيك، تبع المنطق، ما تتبع حتى واحد. فيق العمر، تبع المنطق وتبع دير كيما يديروا الناس المتحضره والبلدان المتطوره، يتبعوا بالدليل خويا، ما يتبعش بالهضره، تبع بالدليل ما تتبعش بالهضره. بارك الله فيك. و58 ولايه فيها كاع لي كونيسور والناس كاع الذوق الزوج، وكاين اللي اور ولا يعرف خير ما يعرف خير منهم كاع الناس كاع الذوق، والناس كاع تربي وما شاء الله. والعبره بالنتيجه، العبره ماشي بالحكايه، العبره بالنتيجه. تروح انت يا الناس اور ولايه دريسات وخرجت لك الحي وتسمع وحاجه فور وحاجه عاليه ويكسب مقارن وخلاوه ما شاء الله. اسمها العبره بهذه، ماشي العبره انك لازم تنوطي، وماشي بالضروره لازم تنوطي ثاني النوطاج، ماشي لازم تنوطي. كان انسان ماهوش قاعد باش ينوطي، هو يذوق. المهم يذوق، يعرف النوطه المليحه والماشي مليحه. ما نقدرش نضربوا حنا في النوطه ماشي نوطه، ولازم نتوحدوا ونديروا مدرسه تكون مبنيه باحترام، باسس يجوا فيها ناس كبار تاع بكري اللي كيما نقولوا حنايا يكونوا ضيوف شرف، ونديروا ونهضروا بالدليل وبالعلم. اللي يهضر بالدليل نتبعوا، اللي يهضر بلا دليل ربي يسهل عليه. وبارك الله فيكم خوتنا.